في حر الصيف ده مفيش أي حاجة تبسطنا وتعدل مزاجنا قد المانجا. علشان كده عملت ليكم النهاردة تحلية باردة منعشة ولذيذة وكمان فخمة وأسهل من السهولة. طبقتين من السعادة، طبقة جيلي جواها قطع مانجا لذيذة، والتانية ميكس رهيب بين الجيلي والمهلبية، والأهم إنه ما بياخدش وقت خالص، وبمانجاية واحدة هتعملي التحفة الفنية دي. لايك وشير للفيديو ويلا بينا ندخل في المقادير والطريقة على طول. أول حاجة أنا عندي حبة مانجا واحدة. المانجا دي كانت وزنها قد إيه؟ وزنها حوالي نص كيلو، يعني نص كيلو من المانجا. ابتديت إن أنا أقشرها بالسكينة زي ما انتوا شايفين. ما حبيتش إن أنا أقشرها بالقشارة بتاعة البطاطس والخضار علشان ما تاخدش من لحم المانجا كتير. ابتديت ان انا اقطع المانجا بشكل طولي كده علشان اقطعها مكعبات صغيره شويه. بالنسبه للمانجا اللي انا استعملتها دي كانت مانجا نعومي او ياسمينه، انتوا بتسموها ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. قطعت المانجا اغطيها كويس واحطها في التلاجة، وبعد كده نبتدي في الحلو بتاع النهارده. تعالوا نجهز الجيلي الاول، لان الجيلي ده هو اللي انا هستعمله في الطبقتين. هيكون عندي كوبايتين من الميه المغليه، يعني تكون الميه كده لسه مغليه وشايلها من على البوتاجاز، او تكون مغليه كويس جدا في الكتل. كوبايتين، الكوبايه ساعتها 200 مللي. وكمان عندي 2 باكت من جيلي المانجا، ممكن كمان توصليهم ل3 باكت لو حابه تماسك اكتر، بس انا استعملت 2 كيس من جيلي المانجا. ابتديت ان انا ادوب الجيلي في كوبايتين الميه، يعني كوبايتين الميه 2 باكت من جيلي المانجا. واتاكدت ان الجيلي حبيبات الجيلي دابت تماما تماما في الميه المغليه، واتاكدت كده بمعلقه. حبيت اتاكد برضو زياده امان. بعد ما اتاكدت من ذوبان الجيلي هبدا اضيف كوبايه ميه بارده، وممكن كمان لو حابه يكون التماسك اكتر واكتر تخليها نص كوبايه بس. يعني لو التلاجة بتاعتك ما بتجمدش كده او التسقيع بتاعها مش احسن حاجه، قللي في كميه الميه او تزودي في كميه الجيلي. بعد التقليب اتاكدت خلاص ان كل حاجه امتزجت في بعضها، يعني الميه البارده على كميه الجيلي اللي احنا دوبناه. هبتدي ان انا اشيل كل بقى الفقاعات او الرغاوي اللي بتبقى من التقليب، بتبقى ناتجه من التقليب يعني، علشان انا عايزه الجيلي بتاعي يكون صافي تماما. الفقاعات دي بتعمل على ان الجيلي بتاعنا ما يكونش صافي. خلصت من الفقاعات دي هيكون عندي قالب مفرغ من النص. اي قالب عندك هيمشي، مفيش اي مشكله. عايزه تعمليها في صينيه عاديه وتقلبيها برضو مفيش مشكله. اخدت المانجا بتاعتي اللي انا قطعتها وحطيتها في قاعدة الصينية او القالب كده بالشكل ده، وهبتدي ان انا اصب عليها نص كمية الجيلي، يعني اقسم كمية الجيلي ده بالنص بالظبط. هاخد الجيلي ده احطه على قطع المانجا. والمعلومة انا ما دهنتش القالب اي حاجة، مش محتاجين يعني ان يدهن باي مادة دهنية. ابتديت ان انا انزل قطع المانجا كده لتحت علشان تدخل جوه الجيلي، ما تطفوش كده على السطح. هاخد القالب ده احطه في التلاجة لحد ما الجيلي ده يمسك تماما. هنا بوريكم نص كمية الجيلي اللي انا سايباها على جنب عشان نشتغل بيها الطبقة التانية. الطبقة التانية هتكون عبارة عن، انا عندي هنا كاسترد، اشتغلت الطبقة التانية بالكاسترد. لو حابين تشتغلوا بالنشا هنشتغل بالنشا بنفس المقادير. هنعمل ايه؟ هيكون عندي كوبايتين ونص من اللبن او الحليب. هضيف على اللبن حوالي 3 معالق من الكاسترد، بودرة الكاسترد، ممكن نستبدلها بالنشا. وعلشان ازود تماسك المهلبية دي او الكاسترد ده هضيف معلقة ممسوحة من النشا. طيب لو هنستعمل نشا يبقى تستعملي 3 معالق ونص من النشا. في حالتي هنا استعملت 3 معالق من الكاسترد ومعلقة ممسوحة من النشا. وهضيف سكر حسب التذوق، يعني ضفت هنا حوالي 4 معالق كبار من السكر. هقلب كويس جدا على البارد قبل ما ارفع الكسرولة دي على النار. هتأكد من ذوبان الكاسترد كويس جدا والنشا كمان. هرفع الكسرولة على النار وعلى نار متوسطة وايدك فيها علشان ما تتلسعش منك وما تكلكعش. اول ما تبدأ تغلي معايا كده ههدي النار شوية، واول ما اشوف البابلز او البقبقة دي بعرف على طول ان الكاسترد استوى تماما هو والنشا. يعني بنستنى كده عليها حوالي نص دقيقة عشان اتأكد من الكاسترد استوى كويس، ما يكونش فيه طعم نشا. وده قوام الخليط. هنطفي عليها وهاخدها زي ما هي كده وهي سخنة، هضيفها على الجيلي، بقية الجيلي اللي سايبينه على جنب. هنبدأ ان احنا نقلب خليط الكاستر مع الجيلي كويس قوي، واتاكد من كل حاجه امتزجت ببعض. هسيب بقى الخليط ده على جنب لحد ما يكون دافي دافي زي رضعة البيبي كده، زي دمعة العين، زي ما بنعمل الزبادي بيكون اللبن دافي. لو ضفت الطبقة دي على طبقة الجيلي، طبقة الجيلي هتسيح ومش هتكون طبقتين منفصلتين، هتبقى طبقات كده سايحة على بعضها.
وهسيبها على جنب لحد ما تبرد تماما. وبعد ما تبرد، بعد ما اتاكد ان الجيلي بالمانجا جمد تماما في التلاجة، انا بسيبه في التلاجة مش في الفريزر ولا حاجة، علشان بس الطبقتين يمسكوا في بعض ويقفشوا في بعض كده، الطبقات ما تفصلش من بعضها. هبتدي ان انا هخشن السطح بتاعها بالشوكة، يعني همشي الشوكة كده على سطح طبقة الجيلي بالمانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تفضلوا كده تمشوا بالشوكة على الجيلي لحد ما الطبقة تخشن، وبعد كده هنصب الطبقة التانية بعد ما اتأكدت انها بردت وبقت دافية. خلي بالكم من الملحوظات دي عشان الطبقات بتاعتكم تطلع مظبوطة وما تبصش منكم. بعد ما صبيت الطبقة التانية هبتدي ان انا ادخل القالب ده بحرص كده في التلاجة من بالليل للصبح، من الصبح بالليل، يعني مش اقل من 6 أو 8 ساعات لحد ما اتأكد ان الطبقتين متماسكين تماما. لحظة القلب اللي كلنا بنستناها وبتبقى بصراحة لحظة كده كلها حماس. هيكون عندي صينية أو قالب يكون فيه مية دافية، ما تكونش سخنة مغلية، أنا عايزة المية تكون دافية مايلة للسخونة. وهنزل القالب بتاعي وعدي بالظبط 10 ثواني. بعد ال10 ثواني ببدأ إن أنا أضغط بأطراف إيدي كده وأتأكد إن الحلة بتاعي ساب القالب بالشكل ده، وهنبتدي إن احنا نقلبها. بتتقلب بمنتهى السهولة. تعالوا شوفوا لي الانتعاش والشكل التحفة. لو جايلك ضيوف ولا حاجة بتبقى جميلة قوي وبتبقى فخمة قوي وشيك. قطعة كده عشان تشوفوا جمال تحلية النهاردة. تحلية النهاردة قنبلة مانجا، طبقة من فوق جيلي بقطع المانجا اللي عاملة زي الزبدة، وطبقة اللي تحت ميكس رهيب كده بين المهلبية أو الكاسترد والجيلي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم فيديو النهاردة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو أول مرة بتشوفوني أشوفكم على خير ومع السلامة.